اقتربت من الموكب بخطى ثقيلة ودموع ساكنة كأنها تستعد لكسر الصمت الثقيل. رفعت يدها، أوقفت الموكب وحدقت في وجهه مباشرة: معيل قعيد، أحتاج دعما. لم يتردد لحظة، لكن عينيه ضاقتا كمن يشم رائحة خداع. كلماتها لم تقنعه، شيء ما لم يكن على ما يرام. سألها: من أين أنت؟ أجابت: ليبيا، لكن النبرة المرتبكة فضحتها. بدقائق تهاوت الرواية واعترفت: أنا تونسية متزوجة من ليبي. هنا تغير كل شيء. لم تغفر لها دموعها ولا توسلاتها المتأخرة. أمر بترحيلها فورا بلا نقاش بلا استئناف. أدار ظهره وتركها خلفه كمن يطوي صفحة لا تستحق القراءة. ربما لم يكن عقابه لها وحدها، بل لكل من حاول أن يشوه المشهد.